السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن صحة وحال وسعادة. معاكم الدكتورة آية، دكتورة صيدلانية، بقدم لكم مواضيع في كافة المجالات الطبية. لو عندك أي استفسار أو شكوى طبية سيبها لي في الكومنتات، وإن شاء الله هحاول أرد على حضراتكم. ولو لقيت الرد في الكومنتات مثلا طويل شوية، ممكن أعمل عنه فيديو مخصوص أو فيديوهات من الفيديوهات القادمة إن شاء الله. موضوع حلقتنا النهاردة عن حقن ما ينفعش تتقسم أبدا في الصيدلية أو تتقسم على مرتين. الحقن دي عبارة عن اليونكتام فايل. اليونكتام فايل دي بيكون في منها 3 تركيزات، تمام؟ تركيز 1500 وتركيز 750 وتركيز 375. الحقن دي ممنوع تتقسم بأي شكل من الأشكال، وطبعا المسائل بتاعتها عندنا برضو السلبين برضو 1500 برضو ب3 تركيزات موجودين، 1500 و750 375. وفي زيهم اليونسان برضو فايل. الحاجات دي ممنوع تتقسم، هم اصلا نفس التركيبة. الحاجات دي ممنوع تتقسم منعا باتا في طبعا الصيدلية، وبتعدي على دكاترة كتير وعلى صيادلة كتير، تمام؟ طيب ليه ما ينفعش تتقسم؟ لانها طبعا بعد ما تتحل بتتكسر بعدها بساعتين، مش بيبقى ليها اي قيمة. طيب فلازم ياخد الجرعة كاملة وياخدها على مرة واحدة، تمام؟ الحقنة مرة واحدة ما تتقسمش، تمام؟ طيب انا ازاي احدد الجرعة بتاعتها يا دكتور؟ الجرعة تحديدها بسيط جدا وسهل جدا. لو وزن الطفل من كيلو ل10 كيلو، بنلجأ طبعا للتركيز اللي هو 375 كل 12 ساعة، يعني مرتين في اليوم حسب شدة الحالة طبعا، وبتبقى مرتين، والحقنة تتاخد على مرة واحدة من غير ما تتقسم. طيب لو من 10 كيلو لحد 20 كيلو، بنلجأ للتركيز 750 وبرضو على مرة واحدة، متنفعش تتحل. طيب لو أكتر من 20 كيلو، بنلجأ لل1500 دي أو ال150، زيهم طبعا بالظبط السلبين أو اليونسين فايل، تمام؟ اليونيكتام دي 1500 تتاخد لما يكون الوزن أكتر من 20 كيلو على مرتين كل 12 ساعة، طبعا حسب شدة الحالة، وما تتقسمش، تتاخد على مرة واحدة. يعني بتجيني حالات كتير الصيدلية، يا دكتور خدي اديني الحقنة دي، ابص كده على الحقنة الاقيها مقسومة. يا جماعة ايه ده؟ الحقنة دي الدكتور كتبها لي نصها النهاردة الصبح ونصها دلوقتي اللي هو بالليل. طب يا جماعة ما ينفعش التهريج ده، ازاي ده؟ كده دي مية ملهاش اي قيمة خالص نهائي، ملهاش اي مفعول، مش تدي مفعول، مش هستفاد بيها اللي اخدها. وغير الكارثة اللي بتاعت المضادات الحيوية، بتحصل للريزيستنس من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية. فلازم كده احنا ناخد بالنا ونبقى فاهمين بنعمل ايه. يعني مثلا يجي دكتور يكتب 1500 دي، تمام، لطفل وزنه من 10 ل20 كيلو، ويقول له اقسمها على مرتين، خد نصها الصبح ونصها بالليل. كده الكلام ده كارثة وخطأ جدا. يعني مرة جاني ان دي كانت قايل له يحلها على 4 سنتي ويقسمها وياخد كل 12 ساعة 1 سنتي. كده اولا هو مدي جرعة اقل من الجرعة المسموح بيها، تمام؟ الجرعة قليلة مش هتدي المفعول. وثانيا كمان الاستخدام خاطئ واتحلت، وكده ملهاش بعد ما تتحل بساعتين مش بيبقى ليها اي قيمة، فهو كده كأنه ما خدش علاج اصلا. اللي بتعدي على الدكتور وبتعدي على الصيدلي، فرجاء نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. والوقت في الصيدليه دي مش تجاره وخلاص، انت في الاول والاخر مسؤول عن ارواح ناس قدام ربنا، المفروض تبقى فاهم بتعمل ايه. وطبعا ولو في ايدك اي حاجه او اي نصيحه تقولها للي قدامك، وانت كده ومن احياها كانما احيا الناس جميعا يعني. لازم تخلي بالك. وبالنسبة للصيادلة احنا حالفين على قسم، مسؤولين عن ارواح ناس، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونكون قد المسؤولية، ومن اي غلطة مننا بفورة. فمسؤولين عن ارواح ناس، فنبقى فاهمين بنعمل ايه وناخد بالنا كويس جدا من الحاجات اللي زي كده. عندنا بالنسبة للتركيبة بتاعة اليونيكتام فاير او السلبين او اليونسين، دي بتتكون من سلبكتام والامبسلين، ودول بيكونوا بيشتغلوا ضد الجرام بوزيتيف بكتيريا وبعض انواع من الجرام نيجاتيف بكتيريا. ممكن استخدمها في الناس اللي عندها مجرى التهاب الهواء، المجرى الهوائي العلوي. ممكن استخدمها برضو في حالات التهابات الجيوب الانفية اللي هي الاكيوت ساينوسانتس، والالتهابات حساسية الانف الموسمية، وألم وارتفاع درجة الحرارة، أو مشاكل في الأذن الوسطى الأوتيتس ميديا، أو التهابات، أي التهابات في الأذن الوسطى أو الأذن الداخلية.
او اي مشاكل في الانف او التهابات في الحلق زي الفرنجيتس، التونسيلايتس، التهابات في الحلق، او لو كان في اي مشاكل في البرونكايتس، او لو مثلا عملنا مزرعة والمزرعة طلعت الحقن دي تشتغل على البكتيريا اللي طلعت في المزرعة اللي هي مادة السلبكتام والأمبيسيلين. المادة السلبكتام دي في ملحوظة كده انهم لما ادوها عن طريق الفم لقوا ان امتصاصها ضعيف، مش بتخرج من الامعاء للدم الا بنسبة قليلة جدا 10%، يعني نسبة ضعيفة جدا، وبتستقر في الامعاء. عشان كده استغلوا النقطة دي وقالوا ماشي تمام، احنا ممكن نستخدم النوعية دي في حالة لما تكون العدوى البكتيرية في الامعاء. زي انواع كتير من البكتيريا بتكون في الامعاء، زي مثلا بكتيريا اسمها الشيجيلا، السالمونيلا، الايكولاي. البكتيريا دي تقدر مادة الامبيسيليم تقضي لي عليها، خصوصا ان هي طبعا هتكون موجودة في المكان بتاع البكتيريا، فتقدر تعالج لي المشكلة. لو المريض مثلا كان عنده جاسترونترايتس او نزلة معوية بكتيريا، يقدر الامبيسيليم يشتغل لي عليها. طيب انا لو خدت مادة الامبيسيليم في صورة اقراص عشان تعالج لي عدوى بكتيرية موجودة في الدم، كده انت مش هتستفيد بحاجة. احنا في صورة الاقراص علشان تعالج ان هي بتستقر في الامعاء او المعدة، الامعاء سوري، تمام. فبتساعدنا في لما تكون العدوى البكتيرية دي في الامعاء زي النزلة المعوية او الجاسترونترايتس زي ما قلنا. لكن الموضوع في الدم كده انت مش تستفاد، ومهما خدت مش بيوصل غير يعني بنسبة قليلة جدا حوالي 10% للدم، فانت مش هتوصل للتركيز اللي هو يقضي لك على البكتيريا بالاقراص. كده انا المادة دي لو عاوزها تعالج لي ميكروب بس موجود في الدم، كده مفيش حل غير انها توصل للدم مباشرة دايركت عن طريق الحقن العضل او الوريدي. لكن الاقراص انت كده مش هتستفاد باي حاجة، ومش هيوصل التركيز في الدم التركيز اللي يقدر يقضي على الميكروب ده. الحل التاني ان اشوف له صرفة انه يقدر الامبيسيليم يعدي بيها من جدار الامعاء، فكان لازم نشوف صرفة للموضوع ده، ازاي الامبيسيليم يعدي من جدار الامعاء ويروح للدم وتكون بتركيز عالي. الاقراص اسمها اليونيكتام، الاقراص دي اسمها اليونيكتام اقراص، تمام. الشركة قامت جايبة مادة السلبكتام ومادة الامبيسيلين وعملتهم دمج مع بعض، طلعت لنا مادة اللي هي السلتامبيسيلين، وده عبارة عن استر. الاستر ده او اللي هو السلتامبيسيلين ده بطبيعته بيقلل البولاريتي شوية، لان الامبيسيلين البولاريتي بتاعته عالية لحد ما، يعني الامبيسيلين معدل الاستقطاب بتاعه بيكون عالي، فما بيقدرش يعدي جدار الامعاء لوحده. يعني مثلا تخيل كانت حاجة زيت ما تقدرش المية تعدي منها، عشان كده الامبيسيلين كان الاستقطاب بتاعه عالي فما بيقدرش يعدي من خلال جدار الامعاء، فجابوا حاجة الاستقطاب بتاعها اقل اللي هي دمجوا الامبيسيلين والسلبكتام مع بعض وادتنا اللي هي مادة السلتامبيسيلين، دي القطبية بتاعتها اقل شوية او البولاريتي. فالاستر ده او اللي هو السلتامبيسيلين ده كده بقي اقل في البولاريتي بتاعته، ويقدر يعدي من خلال جدار الامعاء ويوصل للدم بالتركيز المطلوب. وده هو كان الحل الامثل عشان اقدر استخدم مد اللي هو اليونيكتام في صورة اقراص، تمام. اني اقلل الاستقطاب فطبعا يزيد الامتصاص، وعن طريق ايه ان احنا دمجنا مادة الامبيسيلين والسلبكتام وادانا الاستر ده اللي هو سلتامبيسيلين. وفي نهاية الفيديو زي ما اتفقنا ياريت تفتكر دايما اوعى الحقن دي تتقسم وتتاخد على مرة واحدة، والموضوع ده بيبين شطارتك وخبرتك وبيبين قد ايه انت مسؤول عن ارواح الناس، والموضوع زي ما قلنا مش موضوع تجارة وخلاص. وافتكر دايما القسم اللي انت عارفه اللي احنا قسمناه بعد التخرج، فده يخليك تبقى عايز تستفاد باكبر قدر من المعلومات عشان ما تضرش حد باكبر قدر كان. وان شاء الله يا رب اكون قدرت افيدكم، وما تنسوش شيروا الفيديو عشان يستفاد بيه اكبر عدد من الناس، وتابعونا واعملوا اشتراك في القناة لو اول مرة تشوفونا، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.